انتم دينكم حق وهذا الحسين مالتكم صدقي، وتسوون لي حل هاي البنيه. اريد فد كرام باختصار شديد وسريع. انا قريت بس محافظه السماوه تقريبا 6 سنوات متتاليه. سنه من السنين صارت عندنا كرامه. هاي يشهدونها اهل السماوه طبعا الموجودين. هالي موكب الجديده بالتحديد اللي بشارع الجسر. سنه من السنين يوم 6 بمحرم انا اقرا. قبل لا اصعد كان وياي الخطيب الشيخ علي السماوي ابو فطومه. الف تحيه، حضرت الف تحيه من هذا المكان. واجاني فد واحد هو من غير طائفه طبعا، بل من غير دين. اعتقد كان بوقته صابي اذكر لك اياها. اجى جايب بنته البنيه شبه ميته، واجى دخل وياي بتحدي. قالت واقفين هنا شو تسوون؟ قلت له ننطم على الحسين ونقرا للحسين. هاي بالسماوه؟ بالسماوه. زين. انا بعدنا ما صاعد على المنبر. قالوا هذا الحسين مالتكم عدل؟ قلت له طبعا عدل. قال ايش قد نسبه الاعتقاد بي تعتقد؟ قلت له 100%. قال لي هاي البنيه مريضه ما عرفت علاجها شنو. لو انتم دينكم حق وهذا الحسين مالتكم صدقي، وتسوون لي حل هاي البنيه. لو شغلتكم مو صحيحه. فبصراحه حطني بهاي الخانه وخانه التحدي. انا جاي اصعد المنبر، بديت توني صاعد، آية حسين ومصابه، والصوره صوره سيد الشهداء سلام الله عليه قدامي كبيره. قلت له سيدي انا بالي بعد طار من المجلس، الله يشهد ورسوله وحق الحسين، مو يم المجلس ولا القصائد نسيتها والالحان راحت، صار كل فكري يم هاي البنيه. قلت له سيدي هذا خلاني بهذا الاختبار وقدام الناس. يا ابا عبد الله لو احنا قضيتنا حقه واحنا صادقين وكون تقوم هاي البنيه، والا يعني انا منها اعزل وهسه انزل من اذا ما قامت انزل من المجلس اروح لاهلي ما اكمل المجلس. بلشت اقرب المجلس. انا عندي وقت منطيني ساعه ونص. خلال الساعه ونص علي هي البنيه قدامي ممدده شبه ميته. قلت لك وصلت الى اللحظه الاخيره ختمت المجلس للدعاء البنيه بعد هي. البنيه شو عمرها تقريبا؟ البنيه تقريبا 6 سنوات. 6 سنوات وبعدها ممدده. زين انا بالدعاء يعني انتهى المجلس البنيه ممدده. رجعت احكي ويا الحسين قلت له سيدي يعني ما معقوله تخلينا بهيك موقف. بينك وبين نفسك؟ اي والله احكي ويا الصوره واحكي ويا الحسين عليه السلام. قلت له سيدي ما ممكن تخلينا بهيك موقف واحنا نصير بهيك حال يعني، وهذا الرجال واقف متحدين وانا باللحظه الاخيره راح انزل المنبر. الله. اقسم بسيد الشهداء يا علي صح. بهاي اللحظه انا نازل البيات مال المنبر واذا البنيه تطفر من مكانها تصرخ بابا بابا تروح تركض على ابوها تشلدني. انا بهاي اللحظه شويه شكرت الحسين على صدقنا وياه. يعني قلت له انه هسه تبين انه قضيتنا حقه وقضيتنا حقيقيه. بوقتها قال انا اريد اصير شيعي. شلون اصير شيعي؟ قلت له ان شاء الله تصير شيعي انت. من ذيك اللحظه يعني من سنه 2008 بوقتها اسس له موكب وصار يخدم لحد الان يخدم الحسين عليه السلام. صار واحد من خدمه الحسين عليه السلام، وهذا رجل فضل. هاي الكرامه اللي حصلت.